السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناة دروس رياضيات أونلاين مع مستر محمد صلاح. هناخد النهاردة الجزء التاني من حل المعادلات يا جماعة. الفيديو دي مهم لطلبة أولى إعدادي وتانية إعدادي وتالتة إعدادي، الناس اللي هيجيلها دروس المعادلات إذا كان في سنة أولى إعدادي تانية إعدادي تالتة إعدادي. هناخد شوية أمثلة مع بعض هيفهمونا المعادلات بطريقة سهلة وبسيطة، وهنجيب كل الأفكار إن شاء الله في الفيديوهات الجاية. كل اللي عليك بس اتفرج للفيديو للآخر عشان تفهم كويس، واعمل لنا لايك واعملنا اشتراك للقناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. اقولها لك كمان مرة اهو، اعمل اشتراك للقناة، اضغط ضغطة بس مش هتخسرك حاجة. نستفاد كلنا ان شاء الله وربنا يوفق الجميع. بيقول لك هنا ايه؟ مثال واحد: يوجد مجموعة الحل 2 س ناقص 2 بيساوي 6. انا عندي في المعادلات يا جماعة حاجة بتقول بيبقى عندنا جزئين، يعني الجزء الاول والجزء التاني. انا عندي كده 2 س ناقص 2 ده الطرف الايمن، والستة دي الحد المطلق لوحدها الطرف التاني. بنعمل ايه هنا؟ بنيجي بنقول 2 س، هنكتب 2 س. انا عندي السالب 2 دي هعمل فيها هتخلص منها، يبقى هنقلها بإشارة مخالفة اللمة التانية. 2 س بيساوي 6، تكتبها زي ما هي. السالب 2 دي بمكانة سالب 2 هنقلها بإشارة مخالفة تبقى موجب 2، يبقى 2 س بيساوي 6 زائد 2 كام يا جماعة؟ 8. عايز اتخلص من قيمة السين، من معامل السين، هقسم على معامل السين، يبقى س بتساوي 8 على 2، يبقى السين بتساوي 4. يبقى ما تنساش تكتب له في الاخر كده: اذا مجموعة الحل بيساوي 4. بنشرح خطوة بخطوة والله يا جماعة عشان نفيد الجميع، يعني لازم تتابعنا وتعمل لنا اشتراك للقناة عشان تستفاد، وينشر الفيديو لأكبر قدر ممكن من أصدقائك، من أي حد أنت تعرفه يهمه الفيديو ده، وربنا يجازيك خير. نيجي على المثال التاني. بيقولك مثال: اوجد قيمة س إذا كانت س على 2 زائد 2 بيساوي 6، فإن س بتساوي. هي نفس فكرة حل المعادلة. هنيجي نقول س على 2، الشاطر اللي هيقول لي س على 2 بيساوي 6. هنزلها زي ما هي. هعمل ايه؟ شاطر، هنقل الاتنين ده هي الموجب 2 بإشارة مخالفة، يبقى 6 ناقص 2، يبقى إذن س على 2 بيساوي 6 ناقص 2 4. مادام هنا معامل السين فيه بسط ومقام، تمام، يحط 4 على 1، هي ال4 برضو. أنا كده هضرب طرفين في وسطين، هجيب قيمة السين. س في 1 بسين، إلا 4 في 2 ب8. فاهمين أنا عملت ايه يا جماعة؟ أنا ممكن أحلها بكذا طريقة عادي. هي السين بتساوي على طول 2 في 4 ب8 على طول، تمام. الطرفين في وسطين ممكن برضو أعمل ايه؟ أضرب في 2. طب ما يضرب الطرفين في 2 هيديني برضو السين ب8. كده نكون خلصنا من تاني مثال. درس سهل جدا وبسيط والله. المعادلات درس شيق وسهل، اي مسألة تيجي فيه المفروض نضمن الدرجة النهائية فيه. نيجي لاخر مثال ان شاء الله، مش هنطول الفيديو يا جماعة بحيث انت ما تملش من المشاهدة عشان تستفاد باكبر قدر ممكن ان شاء الله. بيقول لك اوجد قيمة س 3 على 2 س زائد نص بيساوي 8 على 2. هي في نفس فكرة المثال التاني. هنقول 3 على 2 س، انا عندي على 3 على 2 س زائد نص دي الطرف الايمن، و8 على 2 دي هو الطرف الايسر، يبقى 3 على 2 س بيساوي 8 على 2 ماشي كسر ناقص النص ده فعلا هو بالموجب، هنقوله اللمة التانية بإشارة مخالفة، يبقى هنقول 3 على 2 س بيساوي، ادام المقام واحد هطرح هادي 8 على 2 ناقص
واحد على اتنين، يبقى 8 - 1 7 على 2. هنا بقى الشاطر اللي هيقول لي هيجيب قيمة السين ازاي. هقول لك انا شاطر، هنضرب في 2 على 3. ممتاز. ازاي بقى؟ يبقى 3 على 2 في 2 على 3 الطرفين. ممتاز. بيساوي 7 على 2 في 2 على 3. بص، بضرب في المعكوس الضربي للعدد ده اللي هو عدد 3 على 2 عشان اتخلص من معامل السين. يبقى اذا ده هيروح مع بعضه وده هيروح مع بعضه، يبقى يتبقى لي السين بتساوي 7 على 3. يبقى اذا قيمة السين يا جماعة 7 على 3. ونكون النهاردة ان شاء الله خلصنا جزء المعادلات. هنستناكم في فيديو جديد برضو من حل المعادلات، افكار جديدة وامثلة جديدة عشان تدرب نفسك وتبقى متقن وتحترف معانا مادة الرياضيات ان شاء الله. وبالتوفيق للجميع. ما تنساش تاني مرة اقول لك اضغط لنا زر اللايك واعمل لنا اشتراك للقناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل ما هو جديد. ونشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.